السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير احلى اخوات. هنبدأ النهاردة فيديو جديد حلو وظريف وخفيف. هنعمل محشي كرنب وورق خاص من الألف للياء، من أول ما بدأناه لحد ما هنسويه. قبل ما نبدأ الفيديو هنقول الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وما ننساش ندعي لإخواتنا في فلسطين وفي كل الدول العربية إن ربنا ينصرهم. ماشي. أول حاجة هنعمل التقلية بتاعتنا والتسبيكة بتاعتنا. بنجيب حلة وبنحطها على النار وبنحط فيها شوية زيت، بس شوية زيت محترمين يعني حلوين. وعندنا البصل بتاعنا مقطعينه وهن ايه هنخليه ياخد تقليب. البصل ما بحمرهوش، سيبيه بتبقى ني كده حلو. ومعانا قرنين فلفل حلوين وقرن شطة حامي بنحطهم برضك ياخد نكهة كده مع البصل، يعني حاجة حلوة كده. برضك ما بنحمرش، كل حاجة بتبقى ني في ني علشان الحموضة. لما تحمري تعملي التقلية وتحمري البصل بيعمل حموضة، بلاش خليها ني في ني كده حلو. وبعد كده ضاربين الطماطم في الخلاط. هنحط الطماطم بقى بتاعتنا ونسيب التسبيكة بتاعتنا تتسبك براحتها على ما نخلص شوية حاجات حوالين المحشي. طبعا في الخضار هنقطعه، الكرنب هنسلقه ونقطعه برضو، رز هنقيه. المهم ان احنا خلصنا من التقلية بتاعتنا. حطينا الطماطم وهنسيبها بقى تتسبك براحتها كده مع نفسها لحد ما نخلص اللي ورانا. هنغطي الطماطم بتاعتنا ويلا بقى نشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. بعد كده بقى عندنا الكرنب بتاعنا. الكرنب طبعا اليومين دول غالي، بس عادي طالما الحاجة موجودة خلاص. أهم حاجة إن هي تكون موجودة. هي الغالية لما بتكونش موجودة خالص، يعني إن إحنا منلاقيهاش، بس الحمد لله إحنا بنلاقيها. محضرين المية بتاعتنا هي سايبينها تغلي. لو بتسلقي في حلة ألمونيوم حطي في الحلة ديت نص ليمونة كده عشان الحلة ما تسمرش منه. وطبعا بنحط في المية دي شوية ملح وشوية كمون وشوية كزبرة بس عشان نسلق فيها الكرنب. عايزة تسلقي الكرنبة كده بحالها اسلقي، أنا بسلقها بحالها وبتنيني أشيل الورقة ورقة كده. عايزة تقطعيها ورق قطعيها وحطيها عادي انت براحتك. بصوا التقلية بعد ما اتسبكت حمرا ازاي وجميلة. عندك التوابل بتاعتك بقى، حطي توابل: شطة، كزبرة، كمون، ملح، توابل طبيخ. حطي التوابل بتاعتك وقلبي. ماشي. انا عارفة ان الطماطم بتاعتنا غالية، الطماطم اليومين دول غالية بس مش مشكلة. وعندنا خضار بقى، الخضار بقى رخص. كتري من الخضار، حطي خضار كتير، بجد بيخلي المحشي ليه طعم وليه ريحة حلوة قوي. كتري قوي من الخضار يعني. والرز المصري بتاعنا غسلينه كويس ومصفيينه وبنروح حاطينه على التقلية. كده خلصنا من خلطة المحشي بتاعتك. جربي الخلطة ديت واعملي الحاجة ني في ني كده، ما تحمريش بصل ولا تحمري فلفل، وحطي التوابل بتاعتك. هنبتدي بقى نحشيه المحشي بتاعنا. ورق الكرنب الاخضر ده انا بحب احشيه بقى وحطيه في قعر الحله. حلو، حلو بجد. انا بحب الورقه الخضراء عن البيضه كمان، بس انا بحطه في قعر الحله. لا قدر الله النار طلعت عاليه شويه آه بيبقى خلاص، يعني لو لسعت منك خلاص ما فيش منها زعل. انما انت ست بيت شاطره وما لسعتيش الحله هتاكلي الورق الاخضر، بيبقى احلى من الابيض. ابتديت الف بقى. لفي بقى اللف المحشي مش صعب، يعني سهل جدا. انا بستغرب من الناس اللي بتقولك ما بعرفش الف محشي او الصبع ما بيظبطش معايا. لا سهل جدا، ده انت بتحط الورقه على ايدك، تحط فيها شويه الرز وتتك بصبعك الكبير ده وتلفي، هيطلع معاكي احلى صبع محشي.
بجد. بصوا بتتك بصبعك الكبير ده كده عشان تظبطي المحشي معاكي. انا بعمل الصباع صغير كده، في ناس بتحب الصباع كبير، لا احنا بنحبه صغير كده. لو مش صغير كده عيالي مش هياكلوه، هيتريقوا عليا. ماشي، هنبتدي بقى ايه، نلف في المحشي. خلينا نلف في المحشي بقى لحد ما نوصل لورق الخاص. رصنا حلة حلوة معتبرة كده علشان ايه الغدا. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طول ما انتوا قاعدين كده عطروا لسانكم بذكر الله والصلاة على الرسول، أحلى حاجة على طول. حتى وانت بتعملي الأكل اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، لا إله إلا الله سبحان الله، وقول الأذكار. حتى حاجتك ربنا هيطرح لك فيها البركة. ماشي. تاني تاني ونعيده تاني. ركزي قوي في الصبع بيتلف ازاي، يرحمكم الله يا محمد. في ناس بقى بتقول تجيب لك الكرنب ده وتقطع على الترابيزة وتحشي على الترابيزة، يعني حاجة صعبة. صعبين الدنيا على نفسكم ليه؟ ما انتي حاطة الحاجة في ايدك اهو، الورقة في ايدك وبتلف بكل سهولة وبكل يسر. ليه اقطع على الترابيزة واقعد افنن اشكال في الورق واعمل؟ انا بجيب الورقة بحالها كده، بكومها على بعض واروح شايلة العروق بتاعتها واروح مقطعها جزل 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 كده على قد الصوبة، واقعد بقى ايه الف بمزاج كده، يبقى الواحد قاعد متمزج كده. انتوا عارفين احنا في الشتاء، الشتاء خلاص، الشتاء دخل علينا، وطبعا الشتاء عايز على طول محشي. تاكلي محشي عشان يدفيكي من السقعة اللي احنا فيها. الشتاء السنة ده هيبقى تلج، فحضري نفسك ان انت تعملي محشي على طول. اي نعم انت بتتلجيه وانت بتعمليه، بس مش مشكلة، اهم حاجة بقى ايه بتفرحكم. وطبعا جوزك وعيالك وانت قاعدين، جوزك بيقولك ايه شعورك لما انت بتقعدي 10 ساعات وانت بتعملي لنا المحشي واحنا نيجي ناكله في 5 دقايق بكل سهولة وبكل يسر كده. قولوا له زي شعورك كده لما انت تشتغل اخر كل طول الشهر وانا اخد المرتب في يوم. هيقطم معاكي مش هيتكلم تاني من الاخر. لفينا الحلة بتاعتنا اهوت والورق الابيض حطيناه على الوش. بعد كده هنبتدي نعمل ايه، ورق الخاص. ورق الخاص ده احلى 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 من الكرنب بكتير بكتير بجد. يعني ورق الخاص يتاكل عن الكرنب. طبعا انا سلقاه ومحضراه، سايباه اهوت. كنت سايباه على جنب يبرد لحد ما خلصت الكرنب. بتجيبي ورق الخاص بقى، يعني اعملي حسابك وانت بتجيبي كرنب بتجيبي ب10 جنيه خاص كده. تاخدي الورق بتاعه وايه، وتسلقيه. بعد ما تسلقي الكرنب في الميه، في نفس الميه بتاعه الكرنب، وابدأي لفيه وحطيه على الوش كده، وادعي له وانت بتاكلي بقى ايه ورق الخاص ده، بجد تحفة. هخلص لف ورق الخاص. سهل برضك، هو زيه زي ورق الكرنب بتلف سهل برضه. لا هتحتاجي ترابيزة ولا هتقطعي حاجة، هو الورقة انت مقطعة الوش بتاع الخاص وسلقاه وبتحشيه عادي. شايفين وبيبقى الصباع بتاعه حلو قوي. خلصنا، شايفين المنظر والرص عامل ازاي في الحلة. محمد ابني بيقول لي هو ايه ده، انت عملت ده امتى؟ المنظر تحفة تحفة، والخضار بتاع ورق الخاص مش عادي رغم ان هو مسلوق.
رغم ان هو مسلوق بس الخضار بتاعه مش طبيعي بجد. وطبعا حطينا قرن الشطة ده في الاخر ده اهو. بصوا بقى بعد ما استوى، اوعى وشك، احلى حلة محشي ممكن تعملها لو اتبعتوا الخطوات ديت هتعملوا احلى محشي. وبالهنا والشفا اللي هياكل. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس بقى. بصوا، انا غرفت المحشي احلى حاجة. وبالهنا والشفا. استنوا مني كل جديد. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس واشوفكم على خير.